اوكي، ايه خطورة الموضوع بتاع الارتفيشال انتليجنس؟ ان كان زمان لما بنعمل تكنولوجيا، التكنولوجيا دي ما كانش الهدف منها انها تسبستيتيوتس او انها تبدلنا، ولكن انها تساعدنا ان احنا نحقق حاجة واحنا اللي لسه بنمسك الدواسة. بمعنى ايه؟ زمان لما كان البشر مثلا بتسوق حصنة، مثلا لو ده حصان وعندك السواق بتاعه راكب عليه، هنقول ان ده شخص راكب على الحصان، وادي الطاقية بتاعت الشخص ده، وادي جسمه هو علشان الناس اللي تقول هو مش قاعد ولا ايه. في فترة ظهر فيها مود اوف ترانسبورتيشن جديد، حاجة جديدة الناس بدأت انها تستخدمها بدل الحصانة علشان تتنقل. العربيات بدأت انها تظهر، ولو انت سواق كنت ممكن ان انت تبطل سواقة الأحصنة وان انت تبدأ تسوق عربية. اوكي، فانت دلوقتي بقيت نفس الشخص اللي كان بيسوق، بس انا غيرت المهنة بتاعتي واتعلمت سواقة العربيات، وعلشان احقق الموضوع ده انا اضطريت ان انا اتعلم. فهنقول ان سواقين الحصانة اتقسموا 50%، في ناس اتعلمت وبدأت انها تسوق عربيات، وفي ناس فضلت زي ما هي وفضلت تسوق الأحصنة لحد ما الأحصنة بطلت انها تتساق. لسه بعضهم ممكن يكون لسه بيسوق أحصنة في حتت معينة، في حتت ومساحات صغيرة، ولكن معظم الناس بدأت انها تنقل لسواقة العربيات. بس احنا في حتة اخطر كمان من الموضوع ده، مش 50% و50% هيقدروا ان هم يتعلموا، لان احنا واصلين لدرجة دلوقتي ان العربية نفسها بقتش محتاجة سواق. العربية دلوقتي بقت تقدر انها تسوق نفسها، self driving cars. فدلوقتي السواق اللي مهارة السواقة هيتعلم ايه؟ مفيش هنا حاجة اقدر ان اتعلمها لان العربية دي بتسوق نفسها. ممكن بقى يغير الكارير بتاعته خالص، يبدأ يشوف لو انا مش هعرف ان انا اكون سواق لان كل العربيات بتسوق نفسها، ممكن ان انا اتعلم ازاي ان انا مثلا اصلح عربيات، فالعربيات اللي محتاجة انها تتصلح اعرف ان انا اصلحها، او اتعلم حرفة جديدة خالص، او اشوف العربيات اللي بتسوق نفسها دي محتاجة ايه، محتاجة مشرفين بشر، محتاجة داتا، محتاجة مبرمجين، معرفش بقى الحاجة اللي انا هحاول ان اتعلمها، بس مفيش السكيل اللي انا كنت عندي شويه مهاره فيها اللي انا اقدر ان انا انقلها. محتاج ان انا احول تحويده جامده علشان اعرف ان انا اكمل، وده مش هيحصل في كل حته، هيفضل برضو في سواقين لفتره طويله. فهنقول مثلا 50% هيحولوا التحويده الجامده دي، و50% تانيين هيقعوا، هيفضلوا قاعدين مع العربيات شوية لحد ما في وقت العربيات هتبقى زي الحصان كده، بتتساق في حتت معينة، في حتت معينة أو في دول معينة ما عندهاش القدرة إنها مثلا تترين. ده مثال ممكن يبان إن هو بعيد، ولكن هو هيحصل في المستقبل بتاعنا. العربيات هتتحول للسيلف درايفنج كارز، وهيبقى أصعب للبني آدم اللي بيسوق عربية في المستقبل إن هو يسوق على إنه يركب عربية سيلف درايفنج. ده اوريدي بدأ إن هو يحصل في حتت زي في سان فرانسيسكو. أنا ركبت عربية، العربية كانت بتسوق نفسها عادي خالص، تجربة تبان إنها مجنونة. إيه ده، العربية سايقة نفسها؟ العربية سايقة نفسها وأنا كنت قاعد في الباسنجر سيت ومفيش حد قاعد جنبي. بس إيه علاقة ده بالمبرمجين؟ إن هو المبرمجين زي السواقين دلوقتي قدامهم حاجة من الاتنين. يعتبر المبرمجين في حتة مشابهة هنا، لسه الحاجة مش هتكتب نفسها قوي، يعني لسه الكود والابليكيشنز مش هيكتبوا نفسهم قوي. المبرمجين اللي عايزين ان هم يكملوا في النقطة اللي جاية هيحتاجوا ان هم يتعلموا ازاي ان هم يستخدموا ال AI models دي علشان ان هم يكود احسن، وان هم يكتبوا اسرع، وان هم يكونوا productive اكتر، وهكذا. لحد ما في يوم من الايام هيجي ان ال artificial intelligence هيفوق الناس في كل ال cognitive tasks حتى البرمجة، ولكن احنا لسه في الفيز دي، والفيز دي هتفضل قاعدة شوية. وبعد ما حتى المودلز دي هتبدأ انها تطلع، ده مش معناه ان البرمجين البشر هتنقرض 100%. هو هيتخلق حاجات جديدة هتكون صعب ومحتاجين ان احنا نحود حودان جامد علشان احنا نتعلمها، بس اللي شايف وعنده نظرة لبعيد يقدر ان هو يحاول يحود التحويدة دي من دلوقتي. خلوني ان انا اوضح الموضوع بشكل اخر. معظم الحاجات بتتبع a Bell distribution curve. البيل ديستريبيوشن او النورمال ديستريبيوشن بيكون شبه البيل او شبه الجرس. شايفين ادي جرس اهو، لو ده جرس فخلينا نقول ان ده البيل ديستريبيوشن كيرف بتاع المبرمجين. المبرمجين هتلاقي منهم ناس جامدين جدا، دول اللي هم above let's say 85 percentile، وبعدين في مبرمجين مش كويسين خالص ودول هنا، وبعدين الأغلبية العظمى 80% من المبرمجين، يعني احنا هنقول مثلا خليها 90 ماشي. 10% اللي هنا دول أحسن 10%، 10% اللي هنا دول أوحش 10%، ومعظم الناس 80% من الناس هتكون في الوسط، في below average
وفي above average. أول ناس هيجات automated، أول ناس هيتم القضاء عليهم وهيجاتوا automated هم 10% دول. 10% من المبرمجين الوحشين، 10% من الديزاينرز الوحشين، 10% من الفيديو اديتورز الوحشين. اي cognitive task، اي data entry job، اي حاجة بتتكرر كتير جدا واي حد يقدر ان هو يعملها مكانك هتتبدل غالبا في خلال 5 سنين اللي جايين او اقل كمان. هو بدأت انها تتبدل دلوقتي، فانا بس بتكلم على المنطقة العربية. يعني ممكن نقول المنطقة العربية هتتأخر شوية عن المناطق التانية، لكن في أمريكا ممكن الحاجات دي مثلا تتبدل في خلال 2 أو ما نعرفش. بس هو يعني خلاص احنا قادرين ان احنا نبدلها دلوقتي، وبالفعل بدأت انها تتبدل في شركات كتيرة. فال10% دول يا الا تدور على حاجة انت شاطر فيها تتحط فيها، بدل ما انت في 10% مثلا الوحشين في المبرمجين، ممكن تكون في 90% الحتة الكويسة جدا مثلا في الرسم، فهتختار مجال تاني خالص انت ممكن ان انت تكون شاطر فيه ويحطك في بوزيشن احسن، او ان انت تبدأ تزق نفسك انك تطلع وتتحسن علشان تعرف ان انت مثلا تشقط السكشن ده، وبعدين ان انت تشقط ممكن ان شاء الله السكشن ده اللي هو above average. ولكن ده الموضوع بيتطلب مجهود وبيتطلب دراسة ومذاكرة. فلو انت below average في الحتة دي الموضوع هياخد شوية وقت، ولكن eventually بعض الشركات هتقول ارخص لي ان انا اجيب مثلا AI agent احسن بكتير من الناس اللي هم below average، ومع الوقت هيبدأ ان هم يجيتوا automated هم كمان. لكن الناس اللي هتكون above average والناس اللي هتكون exceptional ليهم شوية وقت، لان الناس دي عندها علم مش بس بالفاندامنتالز، هم يقدروا ان هم يبيفت، يقدروا ان هم يتعلموا حاجات جديدة، يقدروا ان هم يخشوا في السكشن بتاع اللي بيتعلم مودلز وبيتعلم AI مودلز ويستخدموا ال AI علشان صالحهم. يعني احنا في سباق دلوقتي. القوى العظمى بتاعت العالم الصين وامريكا غالبا هم دول اكتر. الصين وامريكا تقريبا اكتر قوتين دلوقتي شغالين في الموضوع ده، بيحاولوا ان هم يسبقوا بعض في الحتة دي لانهم عارفين ان ده المستقبل. طيب احنا كبشر في العموم ايه البريدكشنز بتاعتي لينا كبشر؟ اوكي، التوقع رقم 1 ان اغلب البشر هتبقى اغبى. ليه انا شايف كده؟ اغلب البشر هتبقى اغبى لان الناس مش هتبدأ انها تبذل مجهود، وده احنا شايفينه يعني وبنشوفه حاليا حتى مع الانترنت. بدل ما انت كنت محتاج ان انت تحفظ حاجات معينة مثلا في الكالكولس او حاجات معينة في اي حاجة، انت تحفظ مثلا رقم التليفون بتاع حد انت عايز تكلمه، دلوقتي انت بتشوفها على التليفون على طول من غير ما انت تحفظ الرقم. ممكن ان انت تجوجل اي معلومة انت مش عارفها. مع الوقت كمان احنا هنبدأ نستغل ال AI ان هو يعمل cognitive tasks اللي احنا كنا بنتطلب ان احنا نعرفها ونذاكرها ونشتغل عليها، لدرجة ان احنا هنبقى dependent جدا على ال AI، او بشر كتير جدا هتبقى dependent على ال AI، وده هيخلي ال cognitive functions بتاعتهم مش كويسة لان هو مش بيستخدموا مخهم بشكل كبير. زي حوار الآلة الحاسبة، لما ظهرت الآلة الحاسبة versus لما الناس كانت بتحسب على أمخختها. ناس كتير قوي ما تعرفش تحسب من غير الآلة الحاسبة، لأن الآلة الحاسبة بتحسب لهم، فهم بدأوا إن هم يستغنوا عن فكرة الحساب، وده اللي هيحصل مع ال AI في حاجات كتير. وفي مقولة من كتاب The 7 Habits of Highly Effective People بيتكلم borrowing strength builds weakness، إن أنت تستلف قوة ده بيخليك أضعف، وده اللي بيحصل حاليا. أغلب البشر هتستلف قوة من ال AI لدرجة ان هيفقدوا هم القدرة بتاعتهم ان هم يعملوا الحاجات دي، واحنا شايفينها مع السوشيال ميديا كمان، وكمية الناس اللي بتسكرول بس وما بتعملش اي حاجة غير انها بتسكرول. فناس كتير قوي هتبقى في الكاتيجوري دي ما عندهمش حاجة في مخهم قوي، لان كل حاجة بيستخدموا تولز انها تحسبها لهم وتعملها لهم وهكذا. بس في بريدكشن تاني ان في ناس كتير قوي من البشر دي هتبقى اذكى. انا عايز اقول ان هو بيل ديستريبيوشن كيرف، والناس الاذكى دي هي اللي هتكون هنا وتتزق الذكاء اكتر، لان دلوقتي بداوا يستخدموا الاي اي من غير ما يبقوا ديبندنت قوي عليها. يعني بيخلوه مثلا يشرح لنا حاجات علشان نتعلمها اسرع، يخليني ان انا يصلح لي الكود بتاعي بدل ما في حاجه غلط فيصلحها لي وانا اتعلمها، فاعرف ان انا اعملها المره الجايه مع نفسي من غير الاي اي وهكذا. فده يسهل لي التعلم بتاعي. ولكن انا مش شايف ان هو هيكون بيل ديستريبيوشن كيرف. انا حاسس ان هو هيكون سكيود، يعني هيبقى فئه قليله قوي من الناس هي اللي هتبقى اذكى بكتير جدا
مثلا 10% او اقل كمان، علشان هم هيعرفوا يستخدموا ال AI من غير ما يبقوا dependent عليه. لان دلوقتي ال AI ممكن يكون زي التوتر بتاعك الخاص. انت ممكن ان انت تعلم نفسك باستخدام ال AI. هتسأل السؤال اللي انت كنت تسأله للمدرس بتاعك وهيجي لك اجابة كويسة، وممكن ان هو يشرح لك حاجة. بتكلم مع ChatGPT كأن بشري، كأنه شخص حقيقي. وفي prediction تاني بدأ ان هو يحصل، وهو رقم 3 عندي على الليستة، وهو استخدام ال AI في الحروب. وده اللي احنا شايفينه حاليا بيحصل حاليا. مثلا لو قريتوا عن موديل اسمه لافندر، الموديل ده اللي بيتم بيه القصف اللي بيحصل في فلسطين، وبيستخدم في ال AI علشان يحسبوا الضربات بتاعتهم. وطبعا انتوا شايفين استخدام ال AI مع الأسلحة قد ايه عامل دمار بشكل رهيب. وغير كده ان هو احنا داخلين على، زي ما كنت لسه بتكلم، ان الدول العظمى عاملة arm race او داخلين في سباق ان هم يتعلموا AI او يعملوا حاجات في الاي اي، بس برضو داخلين في سباق في الهيومانويد روبوتس. الهيومانويد روبوتس اللي هي شبه الانسان. اكبر شركة دلوقتي في الموضوع ده في امريكا اسمها فيجر، وفي شركات كتيرة في الصين. مثلا لو شفنا الديمو بتاع فيجر، الآلة دي حطوا فيها OpenAI ChatGPT موديل ده. ففي المستقبل البشر مش هتحارب، القوى العظمى هتستخدم الماشينز دي والهيومانويد روبوتس دي انها تهجم. فهنشوف حروب اللي هي modern warfare، الاستخدام الهيومانويد روبوتس دي في الحروب، وازاي ده هيفرق جامد جدا في الحروب. لان حتى لما تخسر شوية آلات مش زي ما تخسر جنود حقيقيين على الارض. رقم 4 ان في وظائف كتير هتتخلق. انت دلوقتي لو بدأت ان انت تبقى شاطر في ان انت تترين مودلز، وان انت تستخدم الداتا اللي موجودة او المودلز الموجودة دي علشان ان انت تعمل حاجات مختلفة ومودلز اقوى، انت هيكون عليك طلب جامد. وده مجال هيتفتح ومجالات تانية هتتفتح، لان في وظائف هتبدأ انها تروح وهتحتاج حاجات تانية مختلفة. هنحتاج ناس جنرالست اكتر. يعني مثلا لو كان في سكيل سات معينة انت مش شاطر فيها، بس انت تقدر تستخدم الاي اي ده علشان يعمل لك الديزاين، فهتلاقي مثلا الناس بقت رواد اعمال اكتر. لان انت مش محتاج تيم كبير جدا، انت مثلا محتاج 4-5 والاي اي علشان يساعدك ان انت تعمل شركة كبيرة، بدل ما كنت محتاج فريق شاطر في التصميم وشاطر في كده وشاطر في كده. ممكن ان انت تستخدم الاي اي في بعض الحاجات دي اللي انت عندك عجز وظيفي فيها. واخر حاجة وهي دي اللي انا عايز ان انا اختم بيها، هي الهيومن كرياتيفيتي. رغم ان الماشين حاليا يقدر ان هو يعمل حاجات كتير جدا، ممكن انت تسأل الماشين ان هو يطلع لك افكار بتاعت ديزاينز، ممكن ان انت تاخد انسبيريشن من حاجات كتير جدا تم تصميمها عن طريق اوبن اي اي وحاجات تانية وصورة وحاجات هتطلع، هتبقى بس تكتب برومبت ويطلع لك فيلم كامل. الا ان الهيومن كرياتيفيتي، وان انت يبقى عندك اوريجينال ايديا، عندك فكرة اصلية، يعني حاجة ما اتشافتش قبل كده، هتفضل نوع من القوة. هتفضل قوة في الانترتينمنت، هتفضل قوة في الشركات، هتفضل قوة في حاجات كتير جدا. البشر لسه هيبقى عندهم ادفانتج لفترة، وده هيفضل موجود لفترة، ولكن مش هيفضل موجود للأبد. احنا دلوقتي في فترة ال ANI اللي هي Artificial Narrow Intelligence، بيعرف ان هو يعمل شوية تاسكات معينة كويسة. وبدأنا ان احنا نشوف elements من ال AGI اللي هو Artificial General Intelligence، ان هو عنده قدرة generally يعمل اي تاسك، ممكن زي ما تقول كده بشري. ولكن هنوصل لدرجة ل ASI Artificial Super Intelligence، ودي لما نوصل لها ما يسمى بحتة Technological Singularity. السنجلاريتي دي لما الدنيا تبدأ انها تتجنن شوية، لان احنا كبشر، لان كل العقول بتاعتنا هتصب في Super Intelligence. Technological Singularity or simply the Singularity is a hypothetical future. ده نوع من المستقبل الافتراضي، في ناس فكرت فيه بتقول ان هو هيحصل. Future point in time، نقطة في المستقبل at which technological growth becomes uncontrollable and irreversible. هنوصل لنقطة من كتر ما التكنولوجيا عمالة انها بتتطور، احنا مش قادرين ان احنا نتحكم فيها ومش قادرين ان احنا نرجعها. Resulting in unforeseeable consequences for the human civilization. ده ممكن ان هو يؤدي لنتائج غير متوقعة للبشرية. أشهر هايبوثيسيس اتكتبت عن الموضوع ده من حد اسمه إيرفينج جون جود، بيقول إن هيحصل intelligence explosion. هنوصل فيه ل an upgradable intelligent agent. يعني عندنا AI بيقدر إن هو upgrade نفسه، يقدر إن هو يحسن نفسه، يقدر يقولك الكود ده مش حلو قوي، أنا عايز إن أنا أكتب في نفسي كود مختلف.
لما يوصل ال artificial intelligence إن هو يقدر إن هو upgrade its own artificial intelligence، إيه اللي هيحصل بقى؟ This eventually enter a positive feedback loop of self-improvement. هيبدأ إن هو يطور نفسه بسرعة بسرعة بسرعة، بس السايكلز دي هتبقى سريعة جدا. Each new and more intelligent generation appearing more and more rapidly. عمالين بيظهروا بسرعة جدا لأن هو بيأبديت نفسه بسرعة جدا، لأن هو مش زي البشر. إحنا عمالين كل البشر صبت كل الذكاء بتاعها، كل الكتب، كل الإنترنت في حاجة واحدة. الحاجة دي هتسبقهم كلهم وهتقدر انها تحسن نفسها، فيحصل الانفجار دي، الطفرة دي، causing a rapid increase or an explosion which will ultimately result in a powerful super intelligence. السوبر intelligence ده او ال ASI اللي احنا هنتكلم فيه ده هيكون qualitatively far surpassing all human intelligence. هيوصل لدرجة ان هو هيكون اذكى من كل ذكاء البشرية. فلما الناس بتسألني هو أنا هلاقي شغلانة في الويب ديفلوبمنت أو الأب ديفلوبمنت كمان كام سنة، هتلاقي. بس الفكرة أكبر من كده بكتير. إحنا بنتكلم على سوبر انتليجنس، بنتكلم على حاجة هتفوق الكيان البشري كله في الذكاء. بنتكلم على تغيير زي ما أنا قلته ضخم جدا في المجتمع، في البشرية، في كل حاجة احنا بنشوفها وعارفينها دلوقتي هتتغير. مش هنعرف نفرق ما بين الحقيقة والخيال. ممكن يكون جنبي دلوقتي هيومانويد روبوت وبيقول نفس الكلام وبيستخدم نفس نبرة صوتي وبيعمل نفس الحاجات اللي أنا بعملها. مش عارف هتحصل بالشكل بتاع السنجولاريتي أو السوبر انتليجنس ده في الوقت بتاعنا ده أو العصر بتاعنا، ولكن احنا هنشوف أكيد لمحات منها، ودلوقتي حتى بدأنا ان احنا نشوف البوادر بتاعتها. وده هيخلينا ان احنا نفكر كبشر ايه الحاجات اللي احنا عايزين ان احنا نستغل فيها وقتنا، الحاجات اللي احنا بنحب ان احنا نعملها حتى لو مش هنعرف ان احنا نعملها زي السوبر انتليجنس دي، مع ذلك احنا عايزين ان احنا نعملها لمجرد انها بتدينا intrinsic value. زي ما بتلعب شطرنج مع الاي اي، في الاول كنت انت بتغلب الاي اي، دلوقتي انت لو بتحاول تلعب شطرنج مع المودلز الموجودة هتخسر. احنا هنخسر، ومع ذلك ده مش هيخلينا ان احنا نبطل نلعب شطرنج او ان احنا نبطل نعمل الحاجات. مش هتبقى بالشكل الوظيفي اللي هو من 9 ل5. هيتغير حاجات كتير قوي في المجتمع بتاعنا في المستقبل. It's going to be a crazy ride. هتبقى رحلة مجنونة، واحنا راكبين اهو القطر وخلاص القطر ساب المحطة. اللي احنا نقدر نعمله دلوقتي كمنطقة عربية، كمبرمجين، كناس بتحب التكنولوجيا، ان احنا نحاول ان احنا نواكب بيها على قدر الامكان، وما نسيبش ان هما بيكسبونا في كل الجولات، مش بس الجولة الحاضرة، لا والجولات المستقبلية كمان، علشان هما سابقنا واحنا حاشين نفسنا في حاجات رجعية وتافهة وتخليهم هما يسبقونا دايما في الجولات التكنولوجية دي. وبنشوف لما يكون عندهم تكنولوجيا بيستخدموها ضدنا ازاي في الحروب.